نرحب أيضا بضيفنا من باريس الفيلسوف الفرنسي برنر أونري ليفي، صاحب مبادرة لقاء المعارضة السورية في باريس، وقبل ذلك مبادرة مماثلة تجاه ليبيا. لابد من الإشارة لأن ضيوفنا في هذه الحلقة لن يتحاوروا مع ليفي لأنهم جميعا يرفضون ذلك، لكن سنجري حوارا منفردا مع برنر أونري ليفي. سيد ليفي، أنت زرت ليبيا، يقال أنك زرت القاهرة، أنا غير متأكد من ذلك، وزرت أيضا المعارضة السورية في باريس، وتدعو إلى تحرر هذه الشعوب من حكامها. ماذا عن غزة؟ يعني لماذا لم نشهد لك أي جهد في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة؟ لست على حق فيما قلت. أنا مدافع قوي عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عندما كان أريال شارون رئيسا للحكومة، وقلت حينها إن احتلال غزة خطأ كبير ويجب أن يوضع حد له. عندما كان شارون رئيسا للوزراء فكنت أحاوره دائما حول هذا، فأنا مدافع عن الانسحاب من غزة وعن الانسحاب الإسرائيلي أيضا من الأراضي المحتلة الأخرى، وأنا دائما أتحدث حتى ولو لم تكونوا تسمعون بذلك، أتحدث عن الانسحاب من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. يعني كيف تكون صديقا للشعوب العربية كما تقول وصديقا لإسرائيل في الوقت ذاته التي ترفض حتى الآن منح الشعوب العربية لا سيما الشعب الفلسطيني والشعب السوري أرضه التي احتلتها إسرائيل؟ أنا صديق لإسرائيل وأنا صديق أيضا للشعوب العربية، لأن كلاهما كل هذه الشعوب شعوب بشرية، مجتمعات إنسانية، ولديها الإرادة أن يتحاوروا مع بعضهم، وهذا أمل الكبير أن تجمعهم الأخوة البشرية، وأن لا يتخلوا عن عدوانيتهم وأن لا يبقوا أعداء إلى الأبد. أنا لا أظن أن النزاعات العسكرية يجب أن تبقى إلى ما لا نهاية، وأملي في الحياة هو أن أرى أطفال سوريا وأطفال مصر وإسرائيل كلهم ينتمون إلى هذه العائلة البشرية المسالمة. هذا هو أملي الوحيد في الحياة. شعوري وأملي الحار هو أن أقوم بكل ما أستطيع به من أجل شعوب الدول العربية ومن أجل الشعب الإسرائيلي. أنا رجل سلام وحوار وتسامح، وأنا أكره الحروب، ولا أظن أن الحرب يجب أن تبقى أبدية. هذا خطأ كبير يقع فيه الزعماء الذين يقودون شعوبهم إلى الحرب. كم مرة تقريبا زرت قطاع غزة واطلعت على الوضع الإنساني فيها؟ How many times did I did not get the question. How many times did I visit what? غزة. I did not visit Gaza Strip لم أزر قطاع غزة على مدى السنوات الماضية. لو أتيحت لي الفرصة لقمت بذلك، لو وجهت إلي دعوة لقمت بذلك، ولم أتلقى دعوة حتى الآن. ولكن هل نحن هنا للتحدث عن غزة أم عن سوريا؟ وهل وجهت لك دعوة لزيارة بنغازي في ليبيا؟ Yes, of course. I am citizen of. أنا مواطن شرف في مدينة مصراتة. كان هناك وقت مؤثر جدا في مصراتة عندما قام المجلس البلدي هناك في مدينة مصراتة بظروف قاسية جدا أن يمنحوني هذا الشرف الكبير الذي وهو أكبر شرف تلقيته حتى الآن في حياتي، هو مواطنة الشرف في مصراتة.
هناك أوضاع مماثلة في بوسنيا هرزغوفينا عندما قاموا بمنح ميدالية شرف هي مشابهة لميدالية الشرف الفرنسية التي لم أتلقاها في فرنسا ولكني تلقيتها من البوسنة، وأنا فخور بها وفخور بتلقيها من الرئيس إيزابيكوفيتش. نعم، وجهت إلي الدعوة واستقبلت في هذه المدن وأنا سعيد بذلك، وبالنسبة لي أن أمنح هذا الشرف في البوسنة وفي مصراتة هذا أكبر إنجازات حياتي التي أنا فخور بها.